حازم امام وضربه ركنيه وطلع بصعود وغلط وهدف. هدف شريف اشرف يا الصفتي يحط هدف الانقاذ في الدقيقه 89 وباقي على انتهاء المباراه دقيقه، والزمالك يتقدم بهدف لعمرو الصفتي في الدقيقه 89، يعني في الدقيقه 44 عمرو الصفتي ترد له الكوره من القايم بعد مشوار طويل من الضربات الثابته ومن اهو يلعبها جعفر، ترد الراجل قطع الشبكه واحد الزمالك لا شيء المنصوره. وادي حسام حسن تنافس الصعداء، وادي الجهاز مش مصدقين نفسهم، وخرج ابو السعود غلط وتردت الكوره للصفتي، والصفتي اخيرا يحط هدف. 3 نقاط غاليه جدا 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 لنادي الزمالك. المباراه ديت لو كانت انتهت بالتعادل كانت هتعمل انكسار مره اخرى لنادي الزمالك، انما لازم نحيي المنصوره، لازم نحيي محمد صلاح، لازم نقول للمنصوره ان هي فرقه كويسه، ولازم نقول للمنصوره لجماهيرها استنوا عليها، اصبروا عليها. فرقه كلها مش شباب، فرقه فاهمه كوره، احرجت الزمالك على مدار ال 89 دقيقه. الزمالك النهارده لعب غلط، والاثنين راس حربه اللي جوه كانوا بيلعبوا غلط بره الصندوق، وخروج ميدو اثر تماما على اداء وفعاليه نادي الزمالك. وادي الهدف اللي اتردت من القايم وعلى طول يحطها الصفتي، على طول جعفر هو اللي حطها في القايم والصفتي هو اللي حطها، وخطأ قاتل من حارس المرمى ابو السعود اللي كان طالع غلط ما طلعش. وادي جعفر اهو بيكفر عن سيئاته، وادي عمرو الصفتي بيقول اهو يعني هدف مدافعين، طالما ان المهاجمين مش عاوزين يجيبوا اهداف فالمدافعين هم اللي يجيبوها. فعمرو الصفتي وادي حسام